مع كلام الدكتور حمدي في الجزء ان احنا لازم يكون علينا مسؤوليه وطنيه. الاحزاب والمواطنين نفسهم. وده تفاعل القوى السياسيه نفسها. ده ايه؟ ده تفاعل القوى السياسيه. بالظبط. مع تفاعل القوى السياسيه لازم نتفاعل بلغه النهارده، لغه ما بعد ثوره 25 يناير، اللي هو لازم يبقى فيه نوع من انواع التنافس وتكافؤ الفرص. العمليه الانتخابيه بدات بفتح باب الدعايه الانتخابيه. لازم الامن هنا يكون بيتحرك يعني انا لما شفت العقوبات اللي موجوده في القانون قلت خير، يعني عقوبات رادعه، يعني في قوه وفي حزم. لازم نبدا من هنا. في ناس بدات تشتكي انه في الدعايه الانتخابيه بداوا يقطعوا اليوفط لبعض، بداوا يقطعوا صور لبعض، بداوا يعني التنافس ما اصبحش بالشكل المطلوب. طيب لما نقرب من العمليه الانتخابيه ما ننتظرش لحد يوم الانتخاب يعني كانت تنفذ العقوبات من الان. تبدا ننفذ العقوبات من دلوقتي. قالوا ما فيش استخدام للشعارات الدينيه، يبقى ما فيش استخدام للشعارات الدينيه، ده قانون ويطبق. ما فيش تنسيق لدعايه انتخابيه لحزب معين، يبقى ما فيش تنسيق لدعايه انتخابيه. لازم يبقى في نوع من انواع ميثاق الشرف زي ما قال الدكتور حمد ما بين القوى السياسيه وما بين الاحزاب، لانه ما ينفعش انهم يتهموا ما قبل ثوره 25 يناير بالتخاذل ويتهموا اليوم كمان بالتخاذل. يعني دي فرصه ذهبيه لكل حزب ان هو يعبر عن رايه ويعبر عن حزبه بتكافؤ فرص. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نضمن ان بوابه الانتخابات بوابه نزيهه وبوابه شريفه، وابدا ابني القاعده الشعبيه بتاعتك براحتك. يعني ممكن ما تبصش دلوقتي من الكاسب ومن الخاسر في هذه الانتخابات، لكن بص ان يبقى ليك فرصه في الانتخابات القادمه انك تكسب وانك تنافس بقوه، وانك ليك فرصه انك انت هتخرج في الشارع حتى لو ما كنتش ليك كراسي جوه البرلمان. لا مش هيبقى زي الاول، ده انت ليك فرصه انك انت تخرج في الشارع وتعمل ندواتك وتلتصق بالجماهير وتحرك الناس وتأدي سياسه بجد. بس هي العمليه بس مناشدتنا للمسؤوليه الوطنيه واعتمادنا عليها ليس كافي، لان دائما هناك متجاوزين. ما بالظبط ليس كافي. ده مجرد ميثاق شرف ما بيننا وما بين القوى السياسيه اللي موجوده، لكن الراجح هو تطبيق القانون وبحسب. تطبيق القانون، من اتلف دعايه يطبق عليها القانون، من استخدم شعارات يطبق عليها القانون. وهنا انا شايف انه في بعض التحايل اللي بيحصل، خاصة في موضوع استخدام الشعارات الدينية، خاصة في موضوع الدعاية الانتخابية. في ثقافة دلوقتي ماشية في الشارع، وثقافة تحدي الصوت. دي موجودة في الشارع المصري. تنامي هذه الثقافة هو اللي ممكن يجلب يعني اشكال كبيره من العنف في المراحل القادمه. لا لازم يبقى فيه نوع من انواع احترام السلطه وفقا للقانون، مش تجني السلطه على الشعب. لا في قانون ولازم يطبق بشكل جدي في الفتره اللي جايه. معانا استاذ شريف عبد العزيز من القاهره. مساء الخير. اتفضل يا فندم.